ازيكم عاملين ايه؟ الوصفه المره دي هقول لكم ازاي تعملوا المكرونه الجميله دي بدون سلق، وكمان في تلت ساعه بس. ولو اول مره تشوفوني يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد اول ما انزله. وبصوا بقى هوريكم ازاي شكلها لما طلعت من الفرن. الحمد لله مش معجنه ومستويه وفيها نسبه صوص حلوه قوي للناس اللي بتحب الحاجه فيها صوص شويه. وبصوا بقى هقول لكم عملتها ازاي. اول حاجه جبت البايركس بتاعي وهضيف فيه المكرونه السباكيتي بالمنظر ده، ممكن اي نوع مكرونه عادي مش لازم السباكيتي. بعد كده معلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود، بس هوزعهم بايدي كده عشان يتوزعوا كويس. بعد كده هجيب صلصه الطماطم وهضيف 3 معالق كبيره من صلصه الطماطم. بلاش عصير الطماطم عشان احنا لسه هنضيف ميه، فمش عايزين الميه تزيد مننا والمكرونه تعجن. هي دي الفكره بتاعتها او التركه بتاعتها. بعد كده هجيب الفلفل الالوان بتاعي واقطعه مكعبات صغيره خالص كده. لو مش متاح الفلفل الاحمر والاصفر ممكن نكتفي بالاخضر بس. يعني ما نحاولش نوقف الوصفه على الفلفل انه مش موجود مثلا او كده. نشتغل بالمتاح عندنا. بس هو طبعا الفلفل الالوان في اي وصفه مكرونه بيفرق قوي في الطعم، وكمان الشكل بيدي بهجه حلوه قوي للوصفه في الاخر. بس بنشتغل بالمتاح طبعا. بعد كده هجيب الفلفل بتاعي بقى واحطه على المكرونه كده، الفلفل الالوان بتاعي. بعد كده هضيف شويه بقدونس قطعته ناعم كده، وبعدين احط شويه موتزاريلا بسيطه كده. بعد كده الميه المغليه هنزل بميه مغليه بس تغطي وش المكرونه، حاجه بسيطه كده ما نكترش. اهم حاجه تكون الميه مغليه، وهقلبها تقليبه بسيطه كده وادخلها فرن سخن مسبقا على درجه حراره 250. اهم حاجه يكون الفرن السخن مسبقا. بعدين اطلعها كده من الفرن وابدا اقلب. بصوا بقى يعني جميله ازاي وهتشوفوا دلوقتي مع التقليب خطيره يعني. وما تقلقوش الميه مش كتيره ولا حاجه، هي الميه دلوقتي هتتشربها واحنا بنقلب كده. وهتلاقوا نسبة الصوص اللي باقية حاجة مش لا تذكر يعني. بس هتبقى حاجة اللي هي تدي طعم حلو في الآخر. بصوا بقى الجمال. ان شاء الله لو جربتوها هتعجبكم بإذن الله. وطريقة بسيطة جدا، وحطيت بس شوية ملح كده، حسيتها ناقصة شوية ملح فحطيت شوية ملح وقلبت تاني كده. وبس كده خلصت الوصفة، وأتمنى تكون عجبتكم، وأتمنى إن انتوا يعني تاخدوا لفة في القناة كده وتشوفوا الأفكار اللي بقدمها. وشكرا جدا مشاهدتكم ومتابعتكم.